السلام عليكم. اليوم راح نسوي وصفة البشاميل اللذيذة، وصفة للمبتدئين بمناسبة رمضان. حلوة جدا للإفطار، للعشاء، للسحور، بأي وقت حرفيا قمة في اللذاذة. طيب يلا نبدأ الوصفة. المكونات جدا سهلة ومتوفرة بأي وقت. طيب راح نبدأ سلق المكرونة. لازم الموية تكون مغلية وبعدها نحط المكرونة. راح اسلقها لمدة 10 دقايق وراح اصفي الموية. الكشنة جدا سهلة. راح احتاج الى زيت نباتي، راح اضيف بصلة، راح اخلي البصل يتحمص معاي لمدة 3 إلى 5 دقايق. بعدها راح اضيف صدور الدجاج. بعدها راح اضيف الخضروات. طبعا اي نوع خضروات عندكم متوفر استخدمونه، مو ضروري الفلفل، اي نوع انتم حابينه، جزر، بروكلي، اي نوع عندكم متوفر. الآن راح أضيف البهارات حسب اللي متوفر عندكم. نقدر نستخدم ملح، فلفل، بابريكا، كزبرة أو بهارات دجاج، أي نوع عندكم متوفر. نبدأ بخليط البشاميل. راح أضيف مكعبات الزبدة، زيت نباتي أو زيت دوار الشمس، 4 ملاعق طحين، بالإضافة إلى 2 حليب. راح أحرك الطحين لمدة 3 دقايق إلين يتجانس عندي الخليط. أخليه ياخذ لون ذهبي شوي. بعدين راح نضيف الحليب. ضفنا الكاس الثاني. راح نحرك الخليط، خليه يستوي لمدة 10 دقايق أو أقل. الآن الصوص عندنا جاهز. طبعا إضافة البيض اختياري. البيض نضيفه بعد ما نرفع القدر من النار. نبدأ بتحضير صينية البشاميل. القاعدة راح تكون بشاميل، بعدين نضيف المكرونة المسلوقة. في النص راح يكون كشنة الدجاج، ممكن كمان نستخدم كشنة اللحم حسب اللي تحبونه. راح أضيف موتزاريلا، جزر مبشور اختيارية. آخر طبقة راح تكون معكرونة، فوق عليها راح يكون صوص البشاميل. الآن الوصفة جاهزة. راح نزينها بالفلفل، جبنة الموتزاريلا، طبعا إذا تحبوا الجبن كثروا فيه أكثر. كذا جاهزة إنها تدخل الفرن. راح أخليها في الفرن لمدة 30 دقيقة، درجة الحرارة 200. وبكذا تكون الوصفة جاهزة، وبالعافية عليكم.